تخيل أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يخرج قبل النهائي مباشرة ليحسم الجدل ويقولها بوضوح: هذه أقوى نسخة في تاريخ كأس إفريقيا. So when the commentators say, but that was a red card, or why did it not go to VAR, or why was there not a penalty? Our credibility depends on what ordinary football supporters and fans in Africa and Europe, and we will consistently improve, train, and make sure that the referees, the VAR operators, and the match commissioners are world class. باتريس موتسيبي رئيس الكاف أشاد بكأس إفريقيا المغرب 2025، مؤكدا أنها كانت النسخة الأكثر نجاحا على الإطلاق بعد مستوى كروي استثنائي أبهر العالم. وفي الندوة الصحفية التي عقدت صباح اليوم السبت، شدد موتسيبي على أن كرة القدم الإفريقية تثبت نجاحها دائما عندما تكون جميلة وممتعة داخل الملعب، مؤكدا أن ما قدم في هذه البطولة نال إعجاب كبار المدربين وأساطير اللعبة عالميا. وأوضح أن الاهتمام لم يكن عاديا، بدليل حضور نجوم عالميين إلى المغرب مثل كيليان مبابي وزين الدين زيدان وغيرهم لمتابعة وتشجيع أفضل اللاعبين الأفارقة والمنتخبات عن قرب. وهو ما يعتبره موتسيبي مصدر فخر كبير للكرة الإفريقية ورسالة قوية على المكانة التي وصلت إليها القارة السمراء كرويا. تصريحات جاءت قبل نهائي البطولة لتؤكد أن كأس إفريقيا المغرب 2025 لم تكن مجرد بطولة عادية، بل نسخة تاريخية ناجحة كيف بكل ترى المقاييس. مستوى هذه أعادت البطولة الاعتبار خصوصا لكرة بعد القدم الإفريقية الاحتجاجات الكبيرة على ووضعتها الحكام في موقعها وغرفة الحقيقي الفار؟ بين كبار العالم.